السلام عليكم شباب، معكم وليد من قناة كريد وليد. أعلنت شركة هواوي عن هاتف هواوي واي 3 2017 وذلك في الموقع الرسمي الخاص بالشركة، والذي يأتي بمواصفات تقنية منخفضة موجه لأصحاب الميزانيات المحدودة مع توفيره بنسختين، ولذلك حسب نوع المعالج ونوع الاتصال. ويأتي هاتف هواوي واي 3 بالمواصفات التالية: فمن ناحية الشاشة فيأتي الهاتف بشاشة مقاسها 5 إنش بدقة 480 في 854 إنش. أما من ناحية نظام التشغيل فيأتي الهاتف بأندرويد مارشميلو 6.0 بواجهة MUI 4.1 ميني. أما من ناحية المعالج فيأتي بنسختين، الأول بمعالج رباعي النواة من شركة ميديا تيك MT 6773 M بتردد 1.1 جيجا هرتز. أما المعالج الثاني فيأتي رباعي النواة من نفس الشركة وهو MT 6580 بتردد 1.3 جيجا هرتز. أما من ناحية الذاكرة العشوائية فيأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت، زائد مساحة التخزين الداخلية فتأتي ب 8 جيجا بايت، وهي قابلة للتبديل عبر بطاقة ذاكرة من نوع مايكرو SD حتى 128 جيجا بايت. ومن ناحية التصوير فيأتي الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0 مع فلاش LED قادرة على تصوير الفيديو بدقة 720 بكسل يعني HD. أما من ناحية الكاميرا الأمامية فيأتي الهاتف بدقة 2 ميجا بكسل فقط، زائد بطارية بسعة 2200 ملي أمبير، والهاتف يدعم شريحتين اتصال. أما من ناحية الألوان فيأتي الهاتف بألوان الذهبي، الوردي، الأزرق، الأبيض، الرمادي. ويدعم هاتف خدمة الجيل الرابع للنسخة المتمثلة في معالج MT 6737 M بتردد 1.1 جيجا هرتز. أما النسخة الثانية فلا تدعم هذه الخدمة. هذا كل ما كان في فيديو اليوم، لا تنسوا الضغط على اللايك والاشتراك في القناة، وتعليقاتكم جدا تهمة. وفي آخر الفيديو أحب أن أشكركم على دعمكم للقناة ودعمكم لنا بشكل عام. كان معكم وليد، مع السلامة.